يا ريتها بجد ما كانش ده ضربة الجزاء بتاعة الكونفدرالية. هتسألني قصدك ضربة الجزاء بتاعة الجزائر هناك؟ هقول لك لا، ضربة الجزاء بتاعة القاهرة اللي اتحسبت لينا احنا، اللي سجلنا منها جون في أول 5 دقايق. يا عم ازاي؟ ده جون ليكم انتوا. ما هو الجون لينا احنا ده هو كان السبب في خسارتنا. الجون ده اللي خلانا ندافع 90 دقيقة. الجون اللي جه هو اللي ضيع شخصيتنا، هو اللي ضيع هيبتنا، هو اللي خلى الاستحواذ بتاعك حاجة وتلاتين. مش متذكر الاستحواذ كام. انا امبارح نايم زعلان اقسم بالله. معقول 9 تسديدات منيهم هما مقابل تسديدة واحدة بس مننا احنا؟ فين؟ في القاهرة وسط 60 ألف. بتعمل ايه يا معتمد؟ هو انت كنت حاسب المباراة ازاي؟ هو مين قال لك اصلا ان الهدف اللي انت جبته ده هيكسبك؟ ها؟ هو كان في حد يا جماعه قال لمعتمد جمال ان احنا فزنا هناك او تعادلنا 0-0؟ ما هو يا اما فزنا يا اما تعادلنا 0-0، زي مثلا ما عملنا مع شباب بوليسداد. لا، ده احنا مغلوبين هناك. المفروض احنا هنا نغلب مش نتعادل. معتمد جمال كان داخل المباراة بيدور على التعادل، والتعادل ده كان هو اساسا بيدور على ضربات الترجيح. ضربات الترجيح طبعا ملهاش حظ، بس هو اساسا كان عايزها من اول المباراة. تخيل احنا يتعمل فينا كده وسط جماهيرنا وفي القاهرة. اتحاد العاصمة اخدك رايح جاي. معتمد جمال مش مدرب بطولات. معتمد جمال مدرب اللي هي المطوشه كده ايه بتاعت الدوري دي. غزل المحله، مع احترام غزل المحله والاسماعيلي والاتحاد الفرق اللي على كديها دي، هو ده المدرب بتاعها. اما تدور عليه في بطوله ما تلاقيهوش. انت متخيل ان احنا على لعبنا دي هناخد الدوري على نقطه واحده؟ شوف من اول الموسم بنعمل ايه وايه اللي بيحصل لنا، ودمنا بينشف وعلى 1-0 ومش عارف، وعلى نقطة واحدة ممكن الموسم كله يروح منك. بص هقول لك على حاجة. معتمد جمال أصلا اتحسم أمره. معتمد جمال خلاص على كده، فاز بالدوري خسر الدوري، هو كده كده ماشي. حتى لو فاز الدوري، حتى لو فاز الدوري 3 مليون دولار راحوا، بقى مليون دولار واحد بس هو الوصيف اللي استفدنا بيه. طيب هنرفع القيد ازاي؟ طبعا مجلس الإدارة هياخد قرض. كان في إيدينا 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه قال كان في إيدينا 3 مليون دولار وضيعهم معتمد جمال. أحمد فتوح ومحمد إبراهيم واخدين أمر من معتمد جمال ما يعدوش نص الملعب، ما يهاجموش، الفريق كله يبقى تحت الكورة. بقى منظرنا وحش، بقى منظرنا زبالة في الملعب. عليا النعم أقسم بالله انا شفت الجماهير بتبكي في المدرجات. والله العظيم على قد ما انا ما زعلانش ان الفريق ده خسر. الفريق ده يستاهل الخساره، ما يستاهلش المكسب. بس انا زعلان على حاجه واحده بس، زعلان على الجماهير. الناس دي كلها اللي جات لك من اسوان وسوهاج، وجات لك من اسيوط وجميع المحافظات ومن بحري ومن قبلي، وتروح يا عيني زعلانه وتبكي في المدرجات. يا اخي ده انا شفت واحد جاي من اخر الدنيا هو وعياله عشان خاطر يحضر ويمشي فرحان. وبعد المباراة الناس كلها مشت، اللي هو قاعد لحد نص الليل تحت الكوبري ساند ظهره على عمود هو وعياله، عيل من هنا وعيل من هنا وحط ايده على خده وقاعد يبكي. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، منكم لله يا ابو عدا. هقول لك اخر ماتش، وخدها قاعدة مني كلمة، اخر ماتش هيلعبوا اخوان الفينا بزيرة هو الماتش اللي جاي مع سيراميكا كليوباترا. واخر ماتش هيلعبوا شوكو بنزا. ما هم 3 لعيبة خلي بالك هيمشوا، 3 لعيبة ومنهم حسام عبد المجيد. شوكو بنزا اخوان الفينا وحسام عبد المجيد.
طب ليه هيبيع شيكوبانزا مع انه لاعب حلو يعني وتألق معاك الكام ماتش؟ طب ليه هيبيع يا اخوان الفينا بزيرة مع انه هو السبب الرئيسي انك انت توصل للنهائي؟ الفلوس، رفع القيد، تجيب صفقات، مفيش. ضيعت من ايدك 3 مليون دولار، فانت هتعمل ايه عشان ترفع ده كله؟ هتعمل ايه عشان تدفع مستحقات اللعيبه اللي عندك؟ هتعمل ايه؟ هتبيع اللعيبه اللي عندك زي ما بعت ناصر ماهر وزي ما بعت دونجا عشان تصرف على اللعيبه اللي عندك. هتبيع برضو اهم لاعب عندك اخوان الفينا، وهتبيع شوكوبانزا، وطبعا حسام عبد المجيد عايز يحترف. طب انت عايز تقنعني انك انت هتنجح في الموسم المقبل على الكلام ده وانت عمال تبيع في لعيبتك؟ فرضنا الصفقات اللي انت هتجيبها هتطلع زيها زي الموجودين عندنا. يا عم ده احنا عندنا لعيبه ما بتلعبش اصلا وبتاخد فلوس. مش هقول لك ان هي محطوطه على الدكه وفي القائمه، لا، ده ما بتلعبش اصلا وبتاخد فلوس. تخيل بقى مجلس الاداره الفاشل ده، اقسم بالله سبحان من المجلس ده يغور من النادي. ده انا هكسر وراك قله. افشل مجلس اداره جه في تاريخ مجلس، يعني في تاريخ النادي كله. يقول لك ايه؟ مرتضى منصور بيسخن عشان خاطر الانتخابات اللي جايه. علي النعمه مرتضى منصور من وجهه نظري احسن من مجلس البلاليص اللي قاعد ده. اقل ما فيها يا اخي هتلاقي واحد يتكلم بحق النادي. يا اخي هتلاقي واحد يجيب حق النادي، لما تلاقي صحفي ولا تلاقي اعلامي يشتم ويهز في استقرار النادي. تلاقي واحد بيتكلم، مش ناس قاعدة في مكاتب على تحت التكييفات. ممدوح عباس مع احترام لحفظ الألقاب، تعالى دماغي وعملت اللي عليك، هتعمل ايه اكتر من كده؟ هياخدوا منك فلوس عشان خاطر يرفعوا القيد. البلاليص اللي انت بتدوهم فلوس اللي قاعدين تحت المكاتب. هقول لك على حاجة يا استاذ ممدوح، انت كل جنيه بتدفعه وكل جنيه دفعته هتتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. بتدي فلوس، ربنا كرمك بنعمه، تمام، مديك فلوس مش معانا احنا الغلابه بس الحمد لله على كل حال، وانت بتودي فلوسك في مكان غلط. هتقول لي يا عم ده نادي الزمالك. هقول لك يا عم نادي الزمالك مين يابا؟ هم خلوا فيها زمالك؟ مجلس البلاليص اللي قاعد ده هم خلوا فيها اصلا زمالك؟ ممدوح عباس عمال يكوع في فلوس ان مجلس الاداره اصلا يعني تخيل ان المليون دولار اللي انت هتاخدها اصلا من الكونفدراليه، مجلس الاداره اخد منيها 40,000 دولار. تمام؟ عمل بها ايه؟ ولا دفع مستحقات لعيبه، ولا حتى حطها في قائمه ان هو يرفع القيد، ولا عمل بها اي حاجه. اللي هو صرفها ازاي؟ صرفها على الالعاب الاخرى اللي هو ايه؟ كرة السلة وكرة اليد الدنيا بايظة يابا، الدنيا بايظة خالص. ممدوح عباس قاعد، تمام، عمال يكوع في فلوس علشان خاطر شوية بلاليص قاعدين على المكتب تحت التكييفات، تمام، وشوية لاعيبة قاعدين بتاخد اصلا مرتبها بالملايين. اخدت بطولة ما خدتش بطولة، لعبت ما لعبتش، دي مرتبها ثابت بتاخد بالملايين. ممدوح عباس عمال يكوع في فلوس. يا استاذ ممدوح مع حفظ الالقاب انت هتتحاسب قدام ربنا على كل جنيه. في ناس مرميه في الشوارع مش لاقيه بيوت تسكن فيها، وانت عمال تكوع في فلوس وتكوع في مليارات على لعيبه بتاخد بالملايين. تعال بص على الغلابه اللي مرميه في الشارع اللي مش لاقيه تاكل. تعال بص على الغلابه اللي معاها شهادات وشغاله في قهاوي، بدل ما تعمل مشاريع للغلابه دي. يا اخي بص يا اخي على الناس اللي مرميه في الشوارع. بص، مش هقول لك بص علينا احنا يا عم، الحمد لله ربنا مكفينا، بس بص على الناس. لعيبه والله العظيم ما تستاهل اصلا ان هي تفوز، لعيبه ما تستاهلش اصلا ان هي تاخد بطوله. انت عايز تقنعني انك انت فاضل لنا نقطه واحده وتاخد الدوري؟ عايز تقنعني انك انت هتاخد الدوري بادائك الزباله اللي انت لعبت بيه في بطوله الكونفدراليه؟ لا، على اداء معتمد جمال دي اخره ان هو يدافع ويلعب على المرتده، ويا ريتنا اصلا عارفين نلعب على المرتده، مش عارفين نطلع اصلا بالكوره. اللعيبه مش لاقيه بعضيها،
مفيش روح، مفيش جريندا، مفيش لعب جماعي. لعيبة العاصمة الجزائري عملوا مباراة عمرهم عليك في أرضك وسط جماهيرك. 60,000 مشجع، نصهم قاعد في المدرجات بيبكي بالدموع، وهو جاي من أسوان وجاي من سوهاج وجاي وفي نفس الوقت يمشي زعلان، يمشي زعلان. حسب الله ونعم الوكيل في مجلس البلاليص، حسب الله ونعم الوكيل.